من اول السبعينيات، معاك 30 سنه اشتهر فيها البلطجيه. عنوان البودكاست بتاعنا الاشقيه. ظهر بقى الاشقيه بديل الفتوات. ده الزمن اللي اتنشأ فيه عبد الله الجدي. مولده كان في غيط العنب في اسكندريه، واسرته انتقلت لمصر لشارع عزيز خليل منطقه الساحل في شبرا مصر. عبد الله كان وسيم، شكله يقول لك شبه الاجانب. كان ذكي جدا بس للاسف ما كملش تعليمه. عبد الله سلك مسلك تاني خالص مع شباب المنطقه، اللي هم بقى الحرافيش والشباب الصغيره اللي شايفه اشقيه قدام وبيقلدوا اللي اكبر منهم، مشاهير بقى شبرا. انحرف في طريق الشر عن طريق واحد اسمه عبد الرحمن امبابي. ده كان واحد برضو من المسجلين خطر القدام في شبرا، وده كان بيعمل حاجه اسمها ورشه يجمع فيها كل المسجلين والشباب الصغيره المنحرفين اللي هم عايزين يخشوا الطريق ده جداد، ناس ما عليهاش سوابق ولا اي حاجه. فكان بيتم استقطاب الشباب الصغيره دي، يعلمون بقى النشل، السرقات، الكلام ده كله. عبد الله دخل السكه دي، دخل طريق الانحراف عن طريق عبد الرحمن امبابي. ده بان بقى للناس اللي حواليه انه قلبه جامد جدا، يعمل اي حاجه ما يخافش، يروح يسرق قلبه ميت. من هنا بدأ يحصل ان هو كمان بقى عايز يشوف نفسه زي ايه الشباب المتصيطه دي بالبلدي كده. فحصل مشكله في التانية، عبد الله بيثبت نفسه بالسلاح الابيض، يضرب ويعور وقلبه ميت. ابتدى يتعرف في المحيط بتاعه. قعد فتره شغال مع الورشه دي لحد ما فكر ان هو ينقل نشاط فردي، يعمل النشاط ده لوحده. كون مجموعه من المسجلين صحابه وقال لك اعمل النشاط ده فين؟ في ليبيا. كان الفتره دي ليبيا، الحدود بتاعت ليبيا مع السلوم هنا مصر، كان بيقولوا ايه؟ اللي يطلع ليبيا يطلع سلكاوي. كلمه سلكاوي دي يعني ايه؟ يعدي من السلك بتاع الحدود، يوصلوا لحد السلوم فوق ويعدوا من السلك تهريب بقى، بيمشوا تهريب يخشوا على ليبيا. كان واخد معاه الورشه دي، مقسمه هو كمان 2 نشالين، 2 تجار مخدرات، 2 كذا 2 كذا، معاه 8 10 افراد. كان بيسافر بيهم ليبيا يعملوا اللي كانوا بيعملوه في مصر بقى يعملوه فين؟ في ليبيا. كان سنة كام الكلام ده كده مثلا؟ الكلام ده انت بتتكلم كان عنده 20 سنه، بتتكلم في السبعينات. فكره الورشه اللي هو كان عاملها استغلها في تهريب المخدرات لليبيا عن طريق زي ما قلنا الصحاري، يخشوا بدون طبعا جوازات ولا اي حاجه تهريب. كان بيهرب المخدرات في الوقت ده لليبيا وكان بيكسب فلوس كتير. لما رجع مصر حصل بينه وبين واحد مشكله، اتحبس وراح سجن الاستئناف. في سجن الاستئناف كان في واحد بقى مسيطر على السجن ده اسمه السكي، وده كان كبير أشقية السيدة زينب. السكي ده وائل زي ما بيحكوا عليه، يعني كان برضو مشهور جدا زي مثلا عبد الله بعد كده، بس في الفترة دي كان أشهر من عبد الله بقى على مستوى السجون. راجل قديم في السجون وهو اللي ماسك الحجز وهو اللي مسيطر، زي ما كنا بنشوف كده في الافلام. واحد هو التوب بتاع السجن، يعني الناس بتقول ان هو كان ممسوس، يعني عنده حاجة شيطانية او حاجة مدياله قوة خارقة ومحدش يقدر يبص لعينيه. ولو ضرب واحد ضربه قوه خارقه، عارف انت اللي هو ممكن يمسك العمله كده يكسرها والكلام ده ويتنيها. فكان ماسك السجن كله، هو المسيطر عليه. حظ عبد الله انه يتسجن مع مين؟ مع السكاي ده. الفتره دي كان عبد الله ابتدى يسمع وتجاره مخدرات وسرقات والكلام ده كله، وعمل مشكلتين 3 فبقى مشهور في شبرا. فالسكاي سمع ان في واحد اسمه عبد الله الجدي ده من شبرا اتحبس معاه، فعايز يعمل له حفله استقبال بالبلدي كده يعلم عليه. دخل عبد الله، السكاي خطط له. السكاي ده كان بيقول لك كان اي حد يخش من باب الحجز كده يضربه على طول في وشه كده، يعوره على طول. ليه كده؟ يقول لك بيعلم على المساجين. فالسكاي يخطط حاجات بقى قديمه قوي بقى بتاعت المسجلين القدام. عامل حاجه بيسموها دلوقتي الجرار. جاب لا مؤاخذه كده شبشب وحاطط فيه 3 امواس حلاقه بتاع زمان، الموس بتاع الحلاقه. أيوة. هم مركبهم فين؟ في الظهر بتاع الشبشب من تحت كده، وماسك الفرده كده في ايديه، فمتداريه مش باينه قوي في ايديه. فدخل على عبد الله كانه بيحط ايده على كتفه كده، قام خابط عبد الله بيها فين؟ في دماغه هنا. فهي 3 حدود كده على هيئه مثلث، فتعمل هنا اتصاب في وشه بشكل ايه؟ مثلث. طب ليه الحركه دي؟ عشان يتعرف ايه لما حد يشوف التعويره دي يقول لك ده مين اللي ضربه؟ سكاي. السكاي. فهنا السكاي حقق هدفه ان هو قدر يعمل كده مع مين؟ مع عبد الله. قال لك كده خلاص انا كسرته. عبد الله كان ذكي جدا وياخد اخد الحق حرفه عنده، فقعد مرقد لمين؟ للسكاي، وما عملش اي حاجه في ساعتها، وظبط دنيته واتصاحب على 5 6 لهم موجودين معاه، مين من شبرا مين من جنب شبرا. فعلا قام مكون عصابه كده. وجي في يوم السكاي جابه لنفسه، راح قال لعبد الله ايه؟ امسك لي الفوطه. مسك الفوطه وراح رايح على مين؟ على السكاي بيغسل وشه اوائل. عبد الله قام عامل ايه؟ لحظه الصفر قام رامي على وشه الفوطه، خبى وشه بالفوطه وطك طك قام معور السكاي زي ما عوره بقى ضعف الضعف. واتلم بقى المجموعه بتاعته، طلعوا الرجاله اللي عملهم، وحصل اشتباك
في الاخر خلاص انتهت بايه؟ ان هو خد حقه من السكاي، فتسمع في الحجوزات كلها والسجون السكاي ضرب. مين اللي ضربه؟ عبد الله الجدي. نسيوا ان هو اصلا معور عبد الله الجدي، بقى عبد الله خلاص هو اللي ضرب السكاي، وصيته سمع جدا. قضى العقوبه بتاعته وخرج. اول ما خرج قال لك خلاص انا مش هقعد في مصر. حاول يرجع تاني ليبيا، كان 2-3 من المساعدين بتوعه اتحبسوا، فقال خلاص طب انا اعمل ايه؟ جاله فكره السفر لبره، راح عمل جواز سفر وهيسافر. قبل ما يسافر اتقبض عليه في قضيه مخدرات، بعديها قضيه سلاح اتخلى سبيله فيها. جه يسافر لقى نفسه ايه؟ عنده لسه عليه حكم، عليه قضيه، فما عرفش يسافر. يوم يعمل ايه وهو مسجون؟ اتعرف بواحد شاطر قوي في التزوير، ضرب له جواز سفر باسم واحد تاني خالص، وفعلا قام مسافر على فين؟ على الكويت. راح الكويت، قعد بالظبط اسبوعين. كان الهدف ان هو يروح الكويت، كان عايز يروح للعراق. الفتره دي بقى كانت العراق، فتره الثمانينات دي كانت فتره العراق بقى. طلع باوتوبيس سوبر جيت على فين؟ على الكويت. راح عايز يعمل حاجه في الاتوبيس ده، راح جاب منوم، ماده مخدره، وحطها في علب جاتوه 3-4 علب، وخد العلب دي وطلع بيها الاتوبيس. وهم ماشيين في الطريق دخلوا الحدود بتاعت العراق، عدوا الحدود. واول ما دخلوا الاراضي العراقيه قعد يتكلم مع السواق ده: انا عيد ميلادي وكنت هعمله في الفندق، ولادي للاسف كذا ومش عارف ايه واتاخروا. المهم عمل للسواق قصه وحدوته في ثانيه، اقنع السواق ان هو عنده عيد ميلاد وبتاع. السواق وقف العربيه، عملوا له عيد ميلاد وشغلوا له البتاع في العربيه. المهم وزع عليهم علب الجاتوه، كله كله اتخدر. نوم الاتوبيس كله ونوم. راح للسواق، قام مرفع السواق، منزل السواق في الصحراء على جنب الطريق، وخد الاتوبيس ومشي. ركن الاتوبيس على جنب بعد ما وصل في العراق. ركن الاتوبيس على جنب ودخل على كل الناس اللي راكبه في الاتوبيس، قلب الاتوبيس كله، فلوس، ساعات بقى، اي حاجه يلاقيها، ذهب، مجوهرات، حلقان، يلم حصيله كل اللي راكب في الاتوبيس، وخد بعضه وخد الشنطه ونزل على العراق. لما راح العراق راح منطقه اسمها المربعه، كان فيها مصريين كتير قوي. فراح عبد الله قعد في المربعه دي، قضاها بالطول والعرض. اللي كان بيعمله في مصر ما يجيش حاجه جنب اللي عمله في العراق. ايه الجرائم اللي عملها هناك في العراق؟ النصب والتزوير والمخدرات، لدرجه كان بيبعت شحنات مصر البودره. كان ده عصر بقى الازدهار الهيروين. يقول لك اول من ادخل، من اوائل الناس اللي دخلت هيروين مصر مهرب، كان بيدخل الهيروين في شحنات، كان بيشحن مكسرات على مصر، كان بيحط الهيروين داخل عيون الجمل، عين الجمل بتاعت المكسرات، كان بيهرب فيها الكوكايين والهيروين. كان فترة بداية الكوكايين في مصر، كان سعره غالي جدا طبعا. جرام الكوكايين عالي جدا، دلوقتي بيوصل 2000 و3000 جنيه. فكان بينزل كميات كبيرة لرجالته هنا فين؟ في القاهرة. عمل بقى مجموعة هناك، لم بقى المصريين اللي برضو المنحرفين من كل مكان، عمل عصابة كبيرة جدا هناك، واشترى قهوة وكده يعني يمارس فيها نشاط، يعني ايه، يجمع فيها الناس. هو كأن يعني مشغلة قهوة، طبعا هو نشاطه كله مخدرات وسلاح وكل حاجة. جه في اخر فتره ليه هناك طور بيه الامر انه كان بيتم للاسف استئجاره لتنفيذ عمليات اللي وصلت للقتل ضد ناس هناك مقابل اجر مادي. قتل اكتر من 10 افراد في العراق. كان حاسس بالذنب لما جه مصر بقى في اخر ايامه، بيقول لك انا يعني كان حاسس بالذنب اللي هو عمله ده. وبعد بقى ما وصل الموضوع لمواضيع القتل دي، بقى هو عنده خصوم، مجموعه من العصابات دي سلطوا عليه واحد هو كمان عشان يموته. الراجل ده كان اسمه محمد مكنه، برضه كان مصري مقيم هناك، برضه من الاشقياء والناس القديمه. محمد مكنه ده طول بعرض واقف قد عبد الله الجدي كده 2-3. المهم عمل له كمين، واستنى عبد الله وهو راجع بالليل، هوب وقف قدامه بالعربيه، نزله، رفع عبد الله، قال له ارفع ايدك، قال له طلع الحاجه اللي معاك. فين الشنطه؟ كان تقريبا في شنطه بيهربها. قال له كل حاجه في العربيه. المهم نزل الحاجه من العربيه، قال له طلع الحاجه اللي، قال له ما تفتشنيش، انا واقف قدامك اهو، ما تفتشنيش، انا هطلع الحاجه اللي في جيبي واديها لك. المهم واقف قدامه فيس تو فيس كده، واقف محمد مكنه قدامه، وعبد الله في وشه. عبد الله بذكاء بقى، ده مجرم. عبد الله هنا حاطط المطوه في جنبه اليمين، طلع الحاجه اللي في جيوبه، قام راميها. قال له طلع السلاح يا عبد الله، هو عارف ان عبد الله مسلح. قال له طلع الطبنجه ارميها في الارض. قال له معيش طبنجات انا اهو. اما طلع المطوه، ماسك المطوه وقام راميها ايه؟ في الارض. محمد مكنه ده قام موطي يمسك ايه؟ المطوه. اما عبد الله مطلع مطوه تانية من جنبه الشمال وقام مديها له في رقبته. هو بيستخدم دماغه بصوره غريبه جدا. في لمح البصر ضرب الراجل ده بالمطوه في دماغه، نزله في الارض، خد بعضه، خد الشنطه والعربيه وهرب من العراق على امريكا.